السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. اليوم جيناكم بهذا الفيديو الجديد، يا رب تستفادون وتستمتعون برفقتنا. طبعا حبايبي حبيت إنه أنزل لكم هذا الفيديو لأن هواية جتني يعني رسائل انه انزل شخصية بابا نويل، رسم شخصية بابا نويل، وحبيت انه انزل هذا الفيديو حتى البنات المبتدئات والبنات المقبلات على طلبيات راس السنة ان شاء الله يستفادون من عنده. بس قبل لا نبلش بالفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة للاهل والاصدقاء حتى ايش انشر شي جديد يوصلكم ان شاء الله. واللي ما مشترك بالقناة يطلع هسه يشترك ويرجع للفيديو. وكما وعدناكم انه كل بداية فيديو اذكر لكم كم اسم من الاسماء. اليوم راح اذكر ضيافة كيك، حمودي العراقي، وامير السعدي، ونور الزهراء اللي هي طلبت انه انزل شخصية بابا نويل. اهلا وسهلا بكم حبايب قلبي، شرفتوا القناة وان شاء الله تستفادون من الفيديوهات اللي دا انزلها. طبعا بنات حبايبي العفو، اليوم حبيت انزل لكم هذه شخصية بابا نويل مثل ما تلاحظون. طبعا ذني طلبيات اجتني سنة 2021 وسنة 2022 وهماتين نزلتهم بالفيديو السابق. فاليوم شنو راح نرسم شخصية بابا نويل. بنات حبايبي بالبداية انتي المبتدئة ايش ما تعرفين شلون ترسمين شخصية بابا نويل، لازم تخلين يمك موبايل مثل هذا او اي موبايل صورة. اذا ما عندك او ما يمك موبايل صورة، الشخصية اللي انت تردين ترسمينها لازم تكون قريبة عليك حتى ايش اكو يعني رسمات الوجه او التفاصيل مالت الرسمة انت تشاهدينها وتطبقين عليها. تمام بنات؟ انا هنا بالبداية ايش راح اسوي؟ راح اسوي على هذه القاعدة مالت الكيك. طبعا هذه القاعدة عندي من زمان مالت الكيك، هذه حجم 25. طبعا بنات الرسمة انتي تتحكمين بيها يعني على قد الكيكة. اذا كانت الكيكة كبيرة ترسمين الرسمة كبيرة، واذا كانت صغيرة هماتين ترسمين الرسمة صغيرة. اليوم راح ارسم وياكم شخصية بابا نويل. بالبداية انا هنا راسمة يعني محددة الوجه بالقلم الرصاص، وهنا هماتين راح احدده امامكم بهذا القلم الغذائي. طبعا هذا قلم غذائي نكتب على قاعدة مالت الكيك. انتو اذا تريدون تطبقون هذه الرسمة على الكيكة تحددون بعود الاسنان او عود الشوي، تحددون الرسمة وبعدين يلا ترسمون عليها بالمروار. تمام بنات؟ هسه ان شاء الله تستفادون وتفتهمون اللي جاي احكيه. تمام؟ بالبداية ايش راح نسوي؟ راح احدد الوجه مالت بابا نويل. ظلوا وياي يا حبايبي. بالبداية راح ارسم تفاصيل الوجه. انا هنا راسمة التفاصيل محددتهم بالقلم، بس حبيت انه اوضح لكم ايش جاي اسوي اني. تمام؟ بالبداية هذه هنا مالت العين مثل ما تلاحظون. هسه اقرب لكم، راح اقرب لكم الصورة حتى تشاهدون ايش جاي اسوي اني. تمام؟ هذه بالبداية راح ارسم هذه الحركة مالت العين، ومن بعدها راح ارسم هذه القبعة اللي باللون الابيض مثل ما تلاحظون. طبعا شخصية بابا نويل كلش سهلة وهواية رسمات الوجه بابا نويل، بس هذه الرسمة للمبتدئين، اسهل رسمة شخصية بابا نويل. تمام بنات؟ وخصوصا المبتدئات هسه ما يعرفون شلون يرسمون الرسمات. يعني بنات حبايبي تطبعين لك ورقة من ابو الاستنساخ، موبايل يمك مثل هذا، يعني لازم شي يمك حتى شنو تضبطين الرسمة. وبالبداية مثل ما قلت لكم تحددون الوجه او تحددون الرسمة بعود الاسنان. يلا
تمشين ترسمين مثلا بالفورمات بالكريم يعني أو بالمروار. لازم شنو بالبداية تحددين بالعود الأسنان، وبعدين يلا ترسمين بالكريم أو بالمروار. طبعا هي كلش سهلة وبسيطة. مثل ما تلاحظون هذه كملت الوجه، صراحة كلش سهل وبسيط. بنات حبايبي يعني احنا كنا بالبداية ما نعرف شلون نرسم، وهواي واجهتنا يعني صعوبات، لأن هواية تساؤلات جتني شلون عرفتي الكيك. بنات حبايبي أنا من البداية هواي منزلت لكم أني هذا الكلام بالبداية، بداية شغلي أنا هماتين مثلكم خربت كيكة وكيكتين وبال20 كيكة فوق ال20 كيكة. يلا وصلت اللي هذا أنا بيه، وهماتين جاي أتعلم أرسم يعني، أو جاي أتعلم شغلات جديدة للكيك. إن شاء الله بالفترات القادمة راح تشوفونهن. تمام بنات؟ فأنتي شغل الكيك يعني بحر مثل ما يقولون، أبد ما ينقطع، بالعكس تجي هواية شغلات تجي جديدة للكيك. احنا يعني أهل الخبرة جاي نتعلم، فأنتوا المبتدئات لأن هواية بنات يقولون شلون ما نعرف احنا نرسم، أو شلون ما نعرف نشتغل الكيك. هواية بنات يجوني يدخلون على الخاص، وصراحة أني هواي علمت بنات وهماتين أعلمهم إن شاء الله. يعني هواية جني من خارج العراق ومن داخل العراق شلون اجوني وجاي أعلمهم شغل الكيك، وصراحة بالمجان يعني ما أخذ أي شي، بحسابي بالإنترنت بالفيس جاي أعلم البنات. تمام بنات؟ هنا أنا بالبداية إيش راح سويت؟ حددت الوجه مثل ما تلاحظون كلش سهل وبسيط، ما عليكم هاي صار قلم غذائي ما عليه شي. إيش راح أسوي من بعدها؟ راح أحدد الوجه هذا اللي رسمته بالقلم الغذائي بالمروار الأسود. تمام؟ من بعد ما أحدد الوجه بالمروار الأسود راح أرجع لكم أقول لكم إيش راح نسوي، بس شوية راح أسرع بالفيديو حتى ما يصير ممل. تمام؟ هواية تساؤلات يجوني شلون عرفتي شغل الكيك. بنات حبايبي أني أكثر من فيديو ذاكرت لكم هذه المعلومات. تعلمت شغل الكيك من اليوتيوب. صراحة ما دخلت أي دورة تعليم يعني، لأن دورات التعليم بالورق هسه جاي يعلمون يعني غاليات. فشاهدت فيديوهات عربية وأجنبية وعراقية. يعني أنا هذا الكلام مو هسه، يعني من 2016 17 أني بديت أشتغل بالكيك. بالبداية يعني أخذت لي فترة أشاهد يوتيوب، أتعلم من عراقيين وأجانب وعرب، وهماتين الحمد لله أتعلمت. فنصيحتي للبنات المبتدئات لا تيأسين يعني من تشتغلين كيكة وما تنجح عندك. شاهدي فيديوهات، وصراحة لا تدخلون دورات تعليم. اكو بيها بنات تدخل دورات تعليم ويجون يقولون احنا دخلنا دورة تعليم وما تعلمنا ما عرفنا، لان دورات التعليم غاليات بالورق. فبنات تابعوا وياي وراح اكملكم بعدين. هنا من بعد ما كملنا ملامح الوجه تعالوا ويانا نشوف ايش راح نسوي. بعدها بنات ايش راح اسوي؟ هذه فورمة النجمة مثل ما تلاحظون يعني كلش ناعمة. حبيت انه شوية أقرب لكم من الصورة حتى تستفادون بنات. مثل ما تلاحظون هذه فورمة النجمة كلش ناعمة يعني. ايش راح أسوي؟ راح أمشي على اللحية وهماتين على الوجه شلون هسه المرسوم بالكيكة، راح أطبق عليها هذه مثل ما تلاحظون، ومن بعدها نرجع لكم. تمام؟
مثل ما قلت لكم بنات حبايبي، تابعوا عدة فيديوهات عربية وأجنبية وعراقية حتى تتعلمون شغل الكيك. لا تيأسون من تسوين مرة ومرتين وتخرب عندش الكيكة. صراحة ما تعلمنا احنا، ما طلعنا من بطن أمهاتنا نعرف نشتغل بالكيك. أنا فتحت هذه قناتي لتعليم الكيك كصدقة جارية على روحي. إن شاء الله بنات حبايبي تستفادون من القناة ومن أي فيديو أنزله لكم، لأن هواية بنات أنه شغل الكيك مصدر رزقهم وعيشتهم. وإن شاء الله يقدرني وأنزل لكم عدة فيديوهات حتى تستفادون من شغل الكيك. تمام بنات، وعذروني على أن أحكي هواية، لأن جاني تعليق يقول أنت ليش تحكين هواية؟ يعني أنا فتحت هذه القناة شو أسوي بيها غير أعلم البنات؟ تابعوا وياي حبايبي. هنا يا بنات مثل ما تلاحظون حددت هنا بالكريم الأبيض. شوية قربت لكم الصورة حتى تكون واضحة. بالكريم الأبيض هنا فورمة النجمة الناعمة مثل ما قلت لكم. سويت اللحية مثل ما يقولون، وهنا هماتين الوجنات، وهنا القبعة اللي فوق هو باللون الأبيض بس صارت شوية وياها لون وردي. بس انتو من ترسمون كيفكم، يعني تتحكمون بالألوان. تريدون ترسمونها باللون الوردي، تريدون ترسمونها باللون الأبيض، بعد براحتكم. تمام. من بعد ما حددناها ايش راح اسوي؟ راح اسوي الخشم او الانف، هنا هذا الوجه اللي يم العين راح اسويه باللون الوردي. ايش راح هذا اللون الوردي؟ مثل ما تلاحظون اني ايش سويت وياه، يعني لون ابيض وشوية قطرة خليت له لون احمر فانطاني هذا اللون الوردي. تمام بنات. من بعدها ايش راح اسوي؟ مثل ما قلت لكم هنا أنا شويه سويت له حلق حتى مبتسم. نستقبل هاي السنة إن شاء الله مبتسمين حتى إن شاء الله تفرج على الجميع. هنا بالصورة صراحة أنا ما سويتها، يعني ما مخليت لها مثل ما تلاحظون، ما مخليت الحلق مثل ما يقولون. فهنا أنا حبيت شوية أغير فخليت لها شوية الحلق. فمن ايش راح أسوي؟ راح هذا الخشم واليم العين راح اسويها باللون الوردي. تمام بنات، مثل ما تلاحظون هنا باللون الوردي. تردون تسوونها باللون الاصفر الفاتح هماتين يصير، تردون تسوونها باللون البرتقالي الفاتح هماتين يصير، كل من وحسب ذوقه. تمام بنات، انا هنا راح اسويها باللون الوردي، ومن بعدها شنو ارجع لكم حبايبي، بس راح اسرع بالفيديو. تمام. هنا ايش اختاريت؟ اختاريت الفورمة النجمة هماتين الناعمة كلش. اي والله بنات، يعني ما اعرف انا من انشر فيديوهات غير احكي بالفيديو، فانتوا عذروني لين احكي هواي بالفيديوهات غير اشرح لكم حتى تفتهمون الكلام. اللي ما يصير انزل فيديو بدون كلام، حتى البنات المبتدئات يعرفون انه انا ايش جاي اسوي، اذا كان من طبخ كيك اي شيء. فما اعرف البنية قصدها مو قصدها الله اعلم. جاني تعليق يردون كيكة حجم 15 وحجم 20، انا منزلتها بالقناة، وان شاء الله بالايام الجاية هماتين انزل لكم عدة مقادير. وهماتين جاني تعليق شلون نحتفظ بالالوان. حبيبتي تخلين اللون بعلبة محكمة الاغلاق على الكاونتر، بالكاونتر اي شيء بكيفك، بس كون ما يلوحه اي رطوبة وما عليه شي، اللون لو يظل سنين عندك ابد ما عليه شي. وهنا يا بنات من بعد ما راح نحدد نكمل الخشم والوجه، راح احدد العين بالمروار الاسود، وهمتين راح اسوي القبعة باللون بالكريم الاحمر. تمام حبايبي، ظلوا وياي. القبعة مالته بالكريم الاحمر. هواية بنات جتني انه شلون نطلع الكريم الاحمر. حبايبي انا طلعته بالفيديو اعتقد مو السابق القبله، وهماتين راح اذكر راح اكتب لكم بصندوق الوصف الرابط مالته، اخليه لكم حتى شنو تشاهدون الفيديو وتعرفون شلون يطلع اللون الاحمر. واكو هواية بنات يقولون اللون الاحمر يطلع بيه مرورة او ملوحة. طبعا بنات اذا انت تاخذين كريم العفو لون اصلي ما بيه لا مرارة ولا ملوحة. ومثل ما تلاحظون اللون الاحمر يخبل وما بيه، يعني اني همتين سويته وضقت الطعم مالته كلش طيب. وهنا بنات حبايبي مثل ما تلاحظون
كملت شخصية بابا نويل. بس الفرق هنا بالموبايل شوية يعني ما رسمت له حلق. بس هنا حبيت انه ارسم له حلق حتى شنو يعني نستقبل السنة الجديدة بخير وبركة ومبتسمين، حتى إن شاء الله تبتسم لنا السنة الجديدة. بنات مثل ما ذكرت لكم انه رسمت بابا نويل هنا مبتسم، حتى ان شاء الله تبتسم لنا السنة الجديدة، وان شاء الله سنة خير وبركة وسعادة للجميع يا رب العالمين، وما نشوف اي يوم حزن مو بس العراقيين للعالم كله. وهنا بنات حبايبي راح ارسم اطار كأنما يبين عندنا هنا كيكة. ظلوا وياي بنات حبايب قلبي. وهنا بنات مثل ما تلاحظون راح اسوي لها اطار حتى تبرز عندنا كأنما كيكة. طبعا هذه الفورمة النجمة الناعمة كلش ناعمة تنطيني هيجي نقشة كلش حلوة. مثل ما تلاحظون حبايب قلبي كمل عندنا الفيديو بنات، وإن شاء الله استفاديتوا من عنده وعجبكم ونال رضاكم بنات. مثل ما تلاحظون هذه قربت لكم الصورة كلش سهلة وبسيطة، رسمة بابا نويل بس يراد لها شوية واحد يدقق بيها. وحسب طلب البنات حبيت انه انزل هذا الفيديو. بنات حبايبي لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة للأهل والأصدقاء حتى انشر شي جديد يوصلكم ان شاء الله. مع السلامة بنات، في امان الله وحفظه.